شنو اللي راح تسويه إذا انحبست بمكان مظلم وبعدين تكتشف إنك مو وحدك بهذا المكان وتسمع صوت خطوات بس بالحقيقة أنت وحدك بهذا المكان؟ حيدر يشتغل عامل بالنهار وبالليل يشتغل حارس بمخزن قديم على مود يساعد أهله، والمخزن هذا ضخم ومهجور من سنين، والناس يحجون ويقولون إنه هذا المخزن مسكون بالجن. بس مع هذا حيدر كان مصر إنه يشتغل شفت ليلي داخل هذا المخزن وما يهمه كل الحكي اللي قاعد يطلع على هذا المخزن. أول ليلة الحيدر داخل هذا المخزن لاحظ انه اضوية المخزن قاعدة تنطفي وتشتغل من حالها بنص الليل، ومع هذا بقى ساكت وقاعد ودا يحرس بهدوء. وبعد شوية اثناء ما كان دا يشرب الشاي سمع صوت باب حقيقي دا ينضرب بقوة بنهاية المخزن. ركض حيدر على مود يشوف منو اللي ضرب الباب، وشاف الباب كان مقفول، والغريب انه الارض مليانه اثار اقدام صغيره وكانه اقدام طفل. رجع لمكانه ودا يحاول ينسى اللي شافه، بس فجاه سمع صوت طفل دا يضحك. التفت ماكو اي احد، ولكن لما رفع راسه للزاويه شاف طفل صغير وعيونه سود بالكامل واقف ودا يباوع عليه. قرب حيدر، الطفل ركض بين الصناديق وحيدر وراه، بس لما حيدر وصل ما لقى اي احد وكأنه الطفل اختفى. ومرت ساعات طويلة وحيدر كان يرجف وخايف، كل شيء كان يقع من مكانه، الصناديق تتحرك والابواب تنفتح وتنسد من وحدها. وفجأة حيدر بدأ يحس وكأنه أحد دا يركب على ظهره، بدأ يحس بثقل مو طبيعي على ظهره، وصوت دا ينفخ بإذنه ويقول اطلع قبل ما ننهيك. حيدر وقع على القاع وعيونه انسدت، ولما صحى على نفسه لقى نفسه خارج المخزن وملقوح على القاع والدنيا الفجر. ومن ذاك اليوم حيدر ترك الشغل وحلف بانه ما يرجع لذاك المكان ابدا. بس المشكلة انه كل ليلة لما حيدر يريد يجي ينام يرجع يسمع نفس الاصوات اللي كان يسمعها بالمخزن. برأيك لو حيدر يرجع للمخزن شنو اللي راح يصير وياه؟ هل راح ينتهي مثل غيره؟ لو يلقى سر اكبر من كل شيء؟